السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناة وصفات ام مريم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد 3 الوصفات اللي غيعجبكم بزاف، خصوصا السيدات اللي بغاو يعني ينقيو البشره ديالهم وطلع لهم البشره فيها واحد النضاره كبيره، واحد الاشراقه، واحد البياض اللي كيبان من الشوفة الاولى، غيبان الفرق لاي واحد. يعني نتمنى تجربوا هذه الوصفات ان شاء الله، وتكتبوا لي في التعاليق النتيجة سواء كانت ايجابية او سلبية. بالعكس انا يعجبوني التعاليق ديالكم، تشاركوا معايا. والوصفة البنات كما قلت لكم هي عبارة عن طبريمة بالحبوب ومقشر بالفيتامين سي، وكذلك القناع الثالث اللي هو لشد البشرة، نصيبه ببيض البيض وعصير الحامض. يعني كلهم فيهم هاد الجوج وصفات ديال الحوامض. والوصفة الثالثة اللي غنبدا معكم في الاول هي ديال الحبوب. كما كتعرفوا لا فيتامين سي مفيد بزاف للبشره، خصوصا في هاد فصل الشتاء اللي كتقشر فيه البشره ديالنا، سواء بشره الوجه، اليدين، الرجلين، الجسم. يعني كتبدل بواحد الصفه كبيره. لذلك هاد لا فيتامين سي وهاد المكونات اللي غنستعملوا بهم هاد المقشر اللي هو مقشر خطير جدا، يعني كتبان النتيجه ديالو من اول استعمال. والطبريمه هذه البنات يعني تهنيكم من دوك التصبغات وداك الكلف وداك الاسمرار اللي كيكون في الوجه ولا في العنق. وهاد الوصفه راه ممكن تستعملوها لليدين للرجلين، لان الفائده اللي فيها هي راه كتحيد لنا الاسمرار وكدير لنا واحد التبييض اللي هو خفيف، مع المداومة طبعا مرة في الأسبوع راه كتعطينا مع الوقت بياض كيكون ناصح. نتمنى يا البنات تجربوها وان شاء الله تكتبوا لي الرأي ديالكم والنتيجة اللي عطاتكم. هاد الوصفة يعني طبيعية غير مكلفة، كلشي المكونات من المنزل وطبيعيين، يعني غير مضرين. احنا بعاد كل بعد على المواد الكيميائية. هذه وصفات يعني اللي كناخدوهم في المطبخ ديالنا للاكل كنستعملوهم للتجميل، يعني غير مضره، بالعكس هي طبيعيه وامنه على البشره ديالنا. هادو هما الوصفات البنات اللي غنشارك معكم اليوم، اللي فيها 3 المكونات. عندي الحبوب الحلبة، عندي الحبوب ديال الارز، وعندي الحبوب ديال الفول. كما كتعرفوا الفوائد ديال الحلبة راه هو بوتوكس طبيعي ومسمي للوجه، يعني وكينقي لينا الوجه من تصبغات من الكلف. وكذلك الارز الابيض اللي كتكون الحبه ديالو صغيره، وهذاك النوع اللي كيطيب دغيا كيتعجن، هذا هو اللي غنحتاجوه البنات في هذه الوصفه اللي كتكون عنده واحد النتيجه زوينه. هو كذلك كولاجين كيجدد لنا الخلايا وكيحارب لنا التجاعيد المبكره، كيعطي لنا واحد البياض اللي هو مختلف. يعني معروف الأرز بالتبييض، وكذلك الفول معروف عليه التبييض وتفتيح البشرة. ممكن تعوضوه ولا تضيفوا إضافة رابعة هي الحمص. حمص تا هو البنات زوين بزاف. وغنستعمل صفار بيضاء بلدية، الا توفرات، الا ما توفرات غديروا صفار بيضاء رومية. وغنحتاجو معاها واحد الجبن مثلث، ممكن تعوضوه باليوغورت. وفي هاد الطبريمة البنات ممكن تضيفوا يوغورت او عسل النحل كذلك كاضافات، كيعطيو واحد الفائده كبيره لهاد القناع. والطريقه ديالو سهله، كنطحنوا هاد الحبوب يعني في الطحانه الكهربائيه. من الاحسن اللي ما توفرتش عندها الطحانه واللي خايفه تخسر ليها الطحانه تدي عند العطار، من الاحسن يطحن لكم هاد الحبوب. وداك البيض اللي غنحيدو من صفار البيض راه ما غنلوحوش البنات، غنحطوه في الثلاجه وغنخلطوا معاه واحد قطرات ديال الحامض، والغد نستعملوه حتى هو قناع لشد البشره، يعني كيشد لينا البشره وكيحيد لينا البقع النقاط السوداء عفوا. وبالنسبه للمقشر اللي هو مقشر خطير ومبيض اللي هو بعصير البرتقال، يعني ماشي غنعصروه، غنحتاجو فقط نصف برتقاله. انا استعملت المندرين لانه متواجد بكثره في هذا الموسم ديال الشتاء، وخصوصا في المدينه فاش كنتواجد انا فيها البرتقال بزاف. ويعني ممكن ديروا برتقال، ممكن ديروا حامض، يعني نفس المفعول، كلهم فيهم لا فيتامين سي
اللي كتعرفوا الفوائد ديالها. غنستعملوا معاه كذلك السكر الخشن اللي هو رقيق، ما ديروش السكر ديال سنيده اللي كيكون غليظ بزاف باش ما تاذيوش البشره ديالكم. وغنستعملوا في هذا القناع هذا المقشر القهوه اللي كناخذوها عند العطار مطحونه بدون زيادات بدون اضافات، ولا نطحنوها في المنزل. انا طحنتها في المنزل في الطحانه الكهربائيه، خديت حبوب البن اللي هي القهوه طحنتهم، وغنضيف ليهم ملعقه صغيره ديال السكر الخشن وملعقه صغيره ديال زيت الزيتون. الزيوت اختياريه، ممكن تستعملوا البنات زيت ارغان، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكوكو، كلهم مرطبات زوينين. وغنديروهم في هاد النصف برتقاله، وغنبقاو نديرو به تقشير للوجه لليدين للجسم باكمله للرجلين. يعني المنطقة اللي بغيتوها تقشروها البنات وتبيضوها، راه هاد المقشر غزال. وممكن تعتمدوا على هاد الوصفة في المطبخ ديالكم. يعني مورا كل غسيلة ديال الماء اللي ما كيستعملوش القفازات، ملي كتغسلوا الاواني تقشروا به الوجه ديالكم اليدين ديالكم عفوا، راه كيعطينا واحد التقشير، واحد النعومه، واحد الرطوبه. يعني زوين يكون عندكم في المطبخ باش يعطيكم واحد الترطيب. وبالنسبه لهاد الطبريمه البنات راه زوينه بزاف، بلا ما نحتاج نشكرها لكم. يعني ملي تستعملوها راه ما غتستغنيوش عليها ابدا، يعني غتطبقوها مره في الاسبوع ان شاء الله. لانها معروفه هاد الطبريمات كيكونوا طبريمات صحراويين كيستعملوهم بزاف الناس ديال الصحراء. كما كتشوفوا البشره ديالهم كتكون بيضه بزاف، لانه دائما كيصيبوا بحال هاد الطبريمات ديال الحبوب اللي كيستعملوا معاهم الجبن وصفار بيضاء. والطريقه ديالها سهله، كنطحنوا هاد العناصر جيدا وكناخذوا منها ملعقه فقط، وكنضيفوا ليه صفار البيض وكنضيفوا الجبن وكنخلطوا جيدا. كنطبقوا على البشره ديال الوجه ديالنا من 15 حتى ل 20 دقيقه. من بعد البنات ما كينشف لينا في الوجه كنبداو نفركوه بيدينا، وكيبداو الاوساخ كيطيحوا دوك الخلايا الميته. ومن بعد كنتحصلوا على واحد البشره اللي هي صافيه. ومن بعد البنات ملي كنطبقوا هذا القناع كنغسلوا بالماء فاتر، كنحاولوا نشفوا جيدا البشره ديالنا وكنرطبوا باي مرطب. انا كنستعمل البنات هذا المرطب ديال نيفيا، لقيت فيه واحد ترطيب جيد، يعني كيرطب 100%، وكيخلي البشره ديال الجسم ولا ديال اليدين يعني الجسم باكمله 48 ساعه، يعني كتبقاي مرطبه بالمقارنه مع المرطبات الاخرين. لان الترطيب البنات مفيد بزاف وضروري باش نحافظوا على البشره ديالنا، يعني الشباب ديال البشره باش نحافظوا عليها لمده اطول. كما قلت لكم البنات الطريقه يعني سهله، يعني سهله جدا. غنطحنوا الكل وغناخذوا ملعقه. من بعد ما طحنتهم جيدا على شكل بودر، نحاولوا نمزجوا هاد العناصر في شي اناء. الا غنديروها البنات للبشره فقط غنستعملوا ملعقه كبيره، وغنضيفوا ليه صفار بيضه بلديه ولا صفار بيضه روميه. وكما قلت لكم البياض ما تلوحوش، يعني حطوه جانبا. ممكن ديروا به وصفات طبيعيين ببياض البيض. غنحتاجوا الصفار فقط. حاولوا نمزجوا العناصر جيدا. دابا ضفت الجبن المثلث، نحاول نمزجو مع العناصر جيدا حتى كنتحصلوا على واحد
الخليط اللي هو كريمي. كما كتشوفوا القوام ديالو كيكون على هذا الشكل. وكما قلت لكم البنات، ممكن تضيفوا اليوغورت، ملعقه صغيره يوغورت، ملعقه صغيره عسل. واللي ما توفرش عنده العسل واليوغورت ممكن يستغني عنهم. يعني الجبن راه فيه، يعني فيه ديك الماده بحال اليوغورت. ممكن نضيفو حتى النيدو، ملعقه من حليب سائل او ملعقه نيدو، باش نحصلوا على واحد القوام اللي هو سائل شويه. وكذلك نستافدوا من الفوائد ديال الحليب ولا الجبن ولا الحليب بودر. وبالنسبه للكوماج البنات اللي هو مقشر طبيعي، كما كتشوفوا خلطت ملعقه كبيره ديال القهوه اللي هي بدون اضافات، مع ملعقه صغيره ديال السكر الخشن الرقيق اللي هو ماشي الغليظ. وغنضيفوا ليه واحد ملعقه صغيره ديال زيت الزيتون، والزيت اختياري، ممكن تستعملوا حتى زيت ارغان، زوين بزاف هذا المقشر، ولا زيت اللوز او زيت الكوكو، حتى هو كيعطينا واحد الترطيب عميق. يعني على حسب الزيوت اللي عندكم ممكن تستعملوا اي زيت اختياري. كنخلطوا البنات جيدا كما كتشوفوا في الفيديو، حتى كنتحصلوا على هذا القناع اللي هو في الزقتو بالزيت، باش الزيت كيعطينا النعومه، والقهوه كتعطينا التبيض، والسكر سنيده كيعطينا داك التقشير البسيط اللي كيساعد لينا في التقشير. شي حاجه ضروري تكون حرشه. والحامض ولا البرتقال كيعطينا الفيتامين سي اولا، وكيدير لنا التفتيح. هذه هي الطريقه البنات. كنغمسوه في هذا الخليط، نحاولوا نغمسوه ونحطوا داك الخليط فوق منه. كنبداو نديروا بحركات دائريه الكوماج، يعني في الاماكن اللي بغينا ندير لهم التفتيح وبغينا ندير لهم التقشير. كما قلت لكم هاد الطريقه زوينه نصيبوها في المطبخ ديالنا وقت ما غسلنا الماعن، نبدا نفركو بيدياتنا باش ما يكونش عندنا ديك يعني داك التشقق ويعني داك كتعرفوا الاذى اللي المراه المغربيه اللي تتغسل بزاف الاواني كيتهلكوا ليها اليدين كثرت هذا مواد التنظيف جافيل. وهذا كيحاول واحد تقريبا واحد 50% كيعالج لينا شويه البشره ديالنا باش ما يكون فيها واحد التلف كبير. وكذلك ممكن نديروا به كوماج للرجلين للعنق، يعني بزاف الاماكن الداكنه في المرفقين في الكوعين، يعني بزاف الاماكن ممكن ديروا فيهم هذا الكوماج، لانه امن، يعني غير كيميائي وما تخافوا منه حتى حاجه. وبالنسبه البيض اللي تبقى لينا اللي فصلنا مع صفار البيض راه ما تلحوش البنات، احتفظوا به في شي قنينه ولا زجاجه، وغنزيدوا عليه قطرات ديال الحامض. هاد الماسك البنات ديال البيض كيدير لينا شد البشره، وملي كنضيفوا ليه النقط ديال عصير الحامض كيعطينا شد وتبييض كذلك، وكيحيد لنا دوك النقط السوداء اللي كيكونوا فوق الانف. كاين اللي كيكون عنده في المنطقه ديال الخدين، يعني كل واحد والتركيبه ديال الوجه ديالو. كيعطينا واحد الشد، اول شيء كيعطينا شد للبشره. بياض البيض معروف عليه يعني كيشد لينا البشره. بالنسبه للترطيب ضروري، يعني كما قلت لكم هذا الكريم فيه زبده الكاكاو كتعطينا واحد الترطيب زوين. من احسن بعد ما تستعملوا هاد المقشرات اللي قلت لكم وهاد التبريمه، ترطبوا يديكم جيدا بهذا الكريم وترطبوا وجهكم، وبصحه والراحه وبسلامه عليكم. الى الفيديو القادم.